السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو النهاردة هكلمكم فيه عن تليفون من شركة سامسونج، ومن التليفونات اللي سامسونج بتنزلها كغلطة، بس مقارنة بالسعر مش غلطة قوي برضو. يعني التليفون ده هو نوعه سامسونج A55 5G. خلونا نخش في التليفون على طول من غير اي مقدمات. الحاجة الوحيدة بصراحة اللي مبقتش احبها في تليفونات سامسونج او في الملحقات بتاعة سامسونج ان سامسونج ابتدت تتجه او تاخد طريق الايفون شوية، بحيث ان هي بقت بخيلة شوية في موضوع الملحقات بتاعتها. يعني كانت الاول تفتح العلبة تلاقي فيها كل اللي انت عاوزه، دلوقتي بتفتح العلبة مش بتلاقي غير التليفون والسلك بتاع الشاحن، ومفيش حتى الشاحن بتاع التليفون والدبوس بتاع الشريحه، مش هتلاقي حاجه تاني، مش شويه الكتالوجات اللي موجوده في العلبه. فحاجه تضايق بصراحه ان انت تجيب تليفون برقم وفي الاخر ما تلاقيش فيه غير التليفون بس، تضيف بقى على سعره بقيه الحاجات التانيه. طلعنا بقى التليفون من العلبه، اول حاجه هناخد بالنا منها التصميم، وكالعاده طبعا تصميم سامسونج واحد في كل تليفوناتها، موحده التصاميم علشان خاطر محدش يبقى احسن من التاني. يعني انت ما تعرفش اللي قدامك ماسك تليفون ايه، واللي قدامك برضو ما يعرفش انت ماسك تليفون ايه. المهم ان انتوا ماسكين تليفون سامسونج، محدش عارف ايه نوع التليفون اللي انت ماسكه، بس حطت فيه تاتشايه بقى، يعني حاجه كده حلوه منهم حطوها في التليفون ده. تصميم التليفون ده من الزجاج بالكامل مع اطار جميل كده من الالومنيوم، مدي الشياكه للتليفون. وبصراحه التصميم بتاع التليفون عامه او شكل التليفون ده مش يضايق، شكله حلو مش وحش خالص. فانا ما اتريقتش على شكله، بس انا زهقت من شكل الديزاين ده بصراحه. وزن التليفون حوالي 213 جرام، والسمك بتاعه 8.2 مللي. طبعا سمك معقول ووزن معقول، مش فيهوش فيه كلام يعني. والتليفون معاه شهاده ان هو محمي من الميه والغبار اللي هي IP67. ندخل بقى على الشاشه، ودي من ضمن النقط الهامه اللي موجوده في التليفون ده. التليفون ده جاي بشاشه من نوع سوبر اموليد بحجم 6.6 انش وبتردد 120 هرتز، وكمان بتدعم ال HDR10 بلس. بص انا مش هقول لك كلام كتير على الشاشه، لان الشاشه بصراحه بالرصه اللي انا رصيتها دي شاشه ممتازه جدا وما فيهاش اي مشكله. هتاخد منها صوره حلوه جدا لو انت بتتفرج على محتوى، او لو انت بتلعب لعبه هتاخد منها صوره وسطوع جميل وما فيش فيها اي مشكله برضه. بس الحاجه الوحشه في الشاشه دي الحواف بتاعتها. شايف الحواف بتاعتها كبيره سيكه في كل الجوانب، فليه عملتوا كده؟ انا مش عارف بصراحه، بس انا كخالد انا مش شايفه عيب بصراحه. انا شايفها مديه شياكه او سنه شياكه كده، ما اعرفش ازاي يعني، بس انا زهقت من الحواف الرفيعه. فكخالد مش شايفها وحشه. ممكن في فيديو تاني اشوف تليفون تاني نفس الشاشه دي او الحواف بتاعته اكبر سيكه وحشه، عشان السيمتريه او اللي هي الايه، يعني مش الحواف ما بتبقاش زي بعضها، يعني تحت شويه عاليه. معظم تليفونات سامسونج الفئه المتوسطه او الفئه اقل من المتوسطه تلاقي ان الحواف اللي تحت شويه كبيره عن بقيه الحواف، اما دي ظابطين الحواف بتاعه التليفون، فانا شايفها حاجه لذيذه مش وحشه. الشاشه طبعا عليها طبقه حمايه من شركه كورنينج جوريلا جلاس من نوع فيكتوس، ده طبعا سواء في الظهر او في الشاشه نفسها. وعشان بقى تاخد تجربه مشاهده ممتعه، في سماعات استيريو سبيكر في التليفون ده تحفة جدا، صوت نقي جدا وقوي جدا، هتلاقيها موجودة معاك في التليفون ده. ندخل بقى الحاجة المهمة التانية وهي المعالج. التليفون ده جاي بمعالج من نوع اكزينوس 1480، وده معالج ثماني النواة، وطبعا بمعمارية 4 نانومتر. بص معالج ممتاز جدا، مفهوش فيه اي مشاكل. ولو واحد معقد شوية او متعقد من معالجات اكزينوس وقال لي مثلا ده هيساوي معالج ايه من سناب دراجون، هقول لك ده بالظبط ممكن يساوي معالج سناب دراجون 778، ده نفس الفئة بتاعته. بس ده معالج ممتاز جدا في الالعاب والتصفح، ومش هيضايقك نهائي في الاستخدام اليومي بتاعك. وده طبعا بفضل واجهة سامسونج اللي هي One UI 6.1، دي مبنية على نظام اندرويد 14. بصراحة اداء العاب ممتاز جدا هتاخده في التليفون ده، سواء بقى لعبة ببجي، نيد فور سبيد، اي لعبة انت بتلعبها هتلعبها في التليفون ده من غير اي مشاكل. وكمان الجميل في التليفون ده بطاريته، تستهلك مهما تستهلك في التليفون بطارية تكمل معاك بقية اليوم مستريح جدا، علشان خاطر
هي بحجم 5000 ملي امبير، وكمان بتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. والله محرج وانا بقولها 25 واط دي، يعني الناس اللي وصلوا 120 واط و200 واط، ف 25 واط يا سامسونج ليه يعني؟ ليه؟ حتى ما فيهوش كمان شاحن عكسي ولا شاحن وايرلس، هو شاحن العادي بس الوايرد بتاعها قوة 25 واط. بس مش مشكلة، كده كده انت معاك البطارية 5000 ملي امبير، هتقضي معاك اليوم كله مستريح يعني من غير اي مشكلة. وعلشان تحافظ على البطارية برضو ما تحاولش تشحنه لحد 100% عشان خاطر يقعد معاك اطول فترة ممكنة. ننقل بقى على الجزء بتاع الكاميرات. التليفون ده بصراحة برضو فاجئني في قصة الكاميرات بتاعته. الكاميرات بتاعته الخلفية كاميرات ثلاثية، يعني 3 كاميرات في الخلف. اول كاميرا معانا وهي 50 ميجا بكسل، دي بفتحة عدسة 1.8، ودي طبعا الكاميرا الاساسية وفيها مثبت بصري حقيقي. والكاميرا التانية معانا هي 12 ميجا بكسل، دي بفتحة عدسة 2.2، دي عشان خاطر تصور لك تصوير واسع. والكاميرا التالتة معانا 5 ميجا بكسل، دي بفتحة عدسة 2.4، دي علشان خاطر تصور لك تصوير ماكرو. طبعا ما بقاش حد يستخدم التصوير الماكرو ده. والكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، دي بتديك تصوير عادي يعني تصوير سيلفي. والجميل بقى ان الكاميرا الاماميه برضو فيها مثبت الكتروني. فانا بصراحه شايف اداء الكاميرات في التليفون ده ممتازه جدا، ما فيش فيها اي مشاكل تحت اي ظروف برضو. وكمان لو انت بتحب تصور فيديوهات، التليفون ده بيصور لك فيديوهات لحد 4K. فنقطه التصوير سواء فيديو او صور هتاخد صور ممتازة من التليفون ده. نيجي بقى للحاجات الصغيرة المهمة. التليفون ده بيدعم شريحتين من نوع 5G أو شريحة وكارت ميموري، وطبعا بيدعم ال NFC، وبيدعم جميع المستشعرات اللي انت بتحتاجها على مدار يومك ما عدا مستشعر المكالمات، بيدعمه بس سوفت وير مش هارد وير، وشغال كويس جدا ومفيهوش فيه اي مشاكل. في بقى نقطة رخمة ان التليفون ده مش بيدعم مدخل 3.5 مللي. ده المفروض ان احنا متعودين عليه في الفئة المتوسطة ان هو بيدعمه، بس هو للأسف مش بيدعم المدخل ده. نوصل بقى لنقطة السعر. التليفون ده بشكل رسمي لسه ما نزلش مصر، بس نزل في السعودية وفي الامارات. لو انت ليك حد في السعودية وحابب تجيب التليفون ده سعره للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام عامل 1550 ريال، وللنسخة 256 مع 8 جيجا رام عامل 1700 ريال. فانت بقى احسبها بالمصري وشوف يعمل قد ايه، لان بصراحة الارقام دي كل شوية بتتغير. بس بالنسبة للمواصفات دي انا شايفها صفقة جميلة جدا وتستحق ان انت تجيبها. كده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.